تعالوا يا شباب النهاردة نتكلم عن أهم منظمة للتطوع، يعني المنظمة اللي تقدر فعلا تسافر من خلالها لأوروبا. وطبعا المنظمة ديت هتوفر لك اللي هي تذاكر السفر، هتساعدك في تكاليف التأشيرة مجرد إن أنت هيتم قبولك مع المنظمة ديت بالظبط. في نفس الوقت بينزل على المنظمة ديت أو المنظمة ديت بتوفر لك فرص تطوع في أغلب دول أوروبا. بس طبعا هناك شرطين يا جماعة. تعالوا نتكلم النهاردة إيه هما الشرطين عشان لو أنا حابب أقدم على المنظمة ديت، وإيه هي المنظمة اللي هي مثلا اللي انا هتكلم عنها النهارده. بس طبعا قبل ما ندخل في التفاصيل، الناس اللي هي اول مره تشوفنا وحابه تكون معانا في قلب القناه، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلها معانا كل جديد. طبعا يا شباب كلنا عارفين ان اي منظمه تطوعيه هي بتسهل لك اللي هي تذاكر السفر، بتسهل لك الاقامه هناك في قلب البلد، بتساعدك حتى في عمليه استخراج التاشيره. عشان كده ناس كتير بتجري على النقطه ديت او تجري على الهدف دوت. يعني مثلا بيلاقي مثلا دولة معينة في أوروبا طالبة عمل تطوعي، طبعا انت بتروح تقدم عليه، بيبقى اكيد هناك يا جماعه شروط. فانت عشان تعرف الشروط ديت للمنظمه قبل ما تقدم لازم تبقى تكون عارف ايه هي الشروط بالظبط، عشان طبعا ما تقولش انا قدمت ومستني الرد. فالنهارده يا جماعه المنظمه ديت عشان تقدم عليها هي بشرطين. اول حاجه يا جماعه ان يكون سنك ما بين 18 ل 30 سنه. يبقى الناس اللي هي مثلا تعدي ال 30 ما يقولش اقدم مثلا، طبعا ما ينفعش يا جماعه. عشان تقدم على المنظمه التطوعيه لازم أن يكون اغلب سنك من 18 ل 30 سنه. طيب ايه تاني؟ يكون معاك لغه انجليزيه على الاقل. لازم أن يكون شرط اللغه معاك يا جماعه. ازاي هتتواصل وهتقدم خدمه التطوع هناك؟ طيب المنظمه ديت لو انا مثلا سني ما بين 18 ل 30 سنه ومعايا لغه انجليزيه، هتوفر لي ايه بالظبط؟ المنظمه ديت هتوفر لك تذاكر السفر، هتوفر لك الاقامه هناك، احيانا او في الاغلب بيدولك برضه راتب شهري، هتساعدك في التكاليف او استخراج التاشيره من بلدك. وديت فرصة ليك ان انت تقدر طبعا تدخل الدولة اللي هي طالبة عمل تطوعي، سواء طبعا دولة اوروبية او اي دولة اللي انت طبعا مقدم عليها تطوع. وهي منظمة ايزك يا جماعة. منظمة ايزك تعتبر من المنظمات المعتمدة والمنظمات طبعا الصريحة، والمنظمات برضو اللي تقدر تقدم من خلالها على عمل تطوعي لأي دولة طبعا طالبة التطوع أو في أي حدث رياضي هناك. فدي تعتبر من أسهل الطرق ليك إن أنت تقدر تدخل بيها أوروبا. ودي منظمة سهلة وبسيطة ملهاش غير شرطين، وطبعا التقديم مجانا، غير طبعا منظمات تانية بتبقى في دفع بالنسبة لعملية التسجيل أو التقديم. فأنت عشان تقدم على منظمة أيزك على اي عمل تطوعي خاص بالمنظمه ديت، يبقى انت لازم أن يكون سنك ما بين 18 ل 30 سنه، يكون معاك لغه انجليزيه، وزي ما قلنا هي بتوفر لك كل وسائل السفر. فديت فرصه هتدخلك هناك اي دوله طالبه تطوعي. يعني مثلا فرنسا طالبه عمل تطوعي وانا قدمت هناك واتقابلت، هم بيبداوا طبعا يساعدوني في عمليه استخراج التاشيره، حتى بيبعتوا لي التذاكر برضه يا جماعه. طيب لو انا مثلا دوله زي السويد، دوله زي اليونان، اي دوله مثلا هناك طالبه عمل تطوعي ومنزله مثلا اللي هو العمل التطوعي شهر مثلا على برنامج ايزك او منظمه ايزك، فابدا قدم فعلا لو انت الشروط متوفره فيك. وهم الشرطين اللي احنا اتكلمنا عنهم يا جماعه. ودي اسهل منظمه ليك حاليا او طريقك لاوروبا. ودي كل حاجه يا جماعه خاصه بمنظمه ايزك، وازاي ان انت تستفاد من المنظمه ديت، وهتساعدك ازاي ان انت تقدر تدخل بيها اوروبا. وفي اي استفسار يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.